ازاي احمي نفسي من شات جي بي تي في خطوتين تقريبا. من اهم الخطوات اللي لازم اعملها هي ان انا ادخل على الاعدادات في شات جي بي تي بشكل عام والاقي حاجه اسمها عناصر التحكم في البيانات. لما بدخل على عناصر التحكم في البيانات بلاقي حاجه اسمها تحسين النموذج للجميع، بلغي تفعيل الاختيار ده. فائده الاختيار ده ان هو بياخد كل البيانات بتاعتي ويبدا يدرب عليها النماذج بتاعته بشكل عام. فلو انا مثلا كلمته في محادثه وقلت له يا شات جي بي تي انا عايز 1 2 3 وهو ما فهمش قصدي، مثلا قلت له لا انا اقصد كذا كذا كذا، بدات ان انا اتكلم معاه. هم بياخدوا المحادثات دي كلها متسجله وبيروحوا يدربوا عليها الاي ايز الموديل الجديده بحيث ان هي ما تغلطش نفس الغلطه، وتلاقي شات جي بي تي بشكل غريب جدا فاهم قصدك وفاهم انت تقصد ايه بشكل احسن، سواء بقى لغتك مختلفه او اي حاجه من الحاجات دي. الموضوع ده زي ما هو بيفيد الاي اي وبيفيد تطور الاي اي، ولكن هو بيأثر على بياناتك وخصوصيتك واستخدام بياناتك بشكل عام، فيفضل ان انت تقفله. حاجه تانية كمان، بتدخل على التخصيص وتروح على الذاكره بتاعتك وتحاول ان انت تمسحها اول باول. شات جي بي تي يعرف عنك حاجات كتير جدا بس من الذاكره دي. لما انت بتمسحها بيبدا يتعامل معاك الديفولت سيستم بحيث انه يبقى محايد في كل القرارات بتاعته، ما يتعاملش مثلا معاك بناء على حاجه معينه هو فاهمها عنك. انه مثلا يعرف ان انت عندك عقده معينه في كذا او عندك نقص في كذا، فهو بيحاول دايما يتملقك او يكلمك بشكل معين كده علشان خاطر يطبطب على المشكله اللي موجوده عندك. الذاكره دي لما هتشوفها اصلا، لما تدخل عليها تدخل على التخصيص والذاكره وبعد كده تعمل اداره الذاكره، هتلاقي بلاوي موجوده في الذاكره. لما بتمسحها الحاجات دي بتبدا مع الوقت تتناسى من عن شات جي بي تي، يعني تقريبا هم بيقولوا بعد 30 يوم الكلام ده بيتمسح. كمان تقدر تمسح كل المحادثات السابقه لو انت مش محتاجها في اي حاجه. كل ده بيحافظ على بياناتك ويحميك من شات جي بي تي او المودلز المختلفه اللي بتعمل نفس الطريقه وبتستخدم بياناتك بدون اي اذن منه.